ما تنساش تعمل لي فولو على سناب شات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد، والنهارده هعمل لكم بقى حاجة مختلفة كده. وأول حاجة أحب أقولها لكم عيد سعيد عليكم. الفيديو ده بيتكلم على العيد. هو بيتكلم على العيد، ومش عارف زينة رمضان موجودة ليه، بس وتغيير وكده. طيب النهارده بقى هنتكلم عن ثواني عشان أنا لابس لبس عيد وفي في حاجة. لسه ما شلتش التيكيتات بتاعت اللبس. يلا ما علينا. اكلمكم النهارده عن اكتر حاجات ممكن بتحصل لنا في العيد. يعني انت بيحصل لك ايه وانا بيحصل لي ايه في العيد، الموقف تحصل لنا في العيد. فطبعا اول موقف دايما او اول حاجه بتيجي في دماغنا اول ما العيد بيبتدي، انا عايز اخد هديه. وطبعا اول شخصين بتروح تقابلهم ابوك وامك، يعني كلنا كده. فطبعا اول حاجه بتعملها تخش على ابوك عادي. طبعا هتخش عليه هتلاقيه ماسك موبايل ومش فاهم فيه اي حاجه، بس انت هتخش تسلم عليه كده، هيبصك بصته رخمه عادي جدا. هتكمل غدتك براحتك وتبص اللي انت عايزه، تقعد تبتدي تقعد تركز كده، بعد كده تفكر وتروح جاي قايل لابوك بكل هداوه بابا. هيبص لك بصه غريبه عادي، انت برضه متعود. انا عايز هديه يا بابا. عايز ايه؟ عايز هديه؟ مش عيب عليك؟ بقيت عيل شحط عنده 16 سنه وعايز هديه؟ يا ابني روح يا ابني شوف لك عيش ولا نعمل اي حاجه، انت المفروض انت اللي تديني. فانت هتتعود يعني عادي جدا عادي جدا. تقوم بص يبقى عندك برود اعصاب ولا تعمل حاجه، ان ده ابوك حرام. طبعا الام كذلك، الام زي الاب في كل حاجه. انت تروح تقول لمامتك، اكيد معظم الامهات اصلا ما بيدوش هديات، بس انت تروح تقول لمامتك انا عايز هديه عشان بابا ما ادانيش، مش حلوه يعني. هم فاكرين ان انت بقى عديت بقى السن بقى خلاص عيب تاخد هديه، او يحسسوك ان ما حدش بياخد هديه. بس في مشكله كبيره، اخوك او اختك الصغيره، يا نهار ابيض اسود، مخزن جد بيحشوا. يعني تشوف اخوك الصغير او اختك خزينه، بيفتح خزنه بيحط فلوس، انت ما تعرفش اصلا جاب الفلوس دي منين. هل هي فلوس عيديات ولا قلب فلوس ابوك وامك اللي هيدوا فيها العيديات؟ الله اعلم، محدش يعرف هما جابوا الفلوس دي منين اصلا، لان تفكيرك او وحي خيالك ما يتوقعش ان عيل صغير زي ده بيملي خزنه فلوس قد كده. بعد كده هتخش على المرحله اللي بعديها، هتكلم صحابك عشان تنزلوا تصلوا، بما انك فقدت الامل في ابوك وامك. وطبعا باباك هيقول لك تعالى روح معايا مشوار وبتاع، فتحاول تبتدي تتخلص. فتكلم اعز صاحب ليك، والحوار ما بيبقاش هنروح نصلي فين. الحوار اللي هنروح نصلي فين ده بيبقى اليوم اللي قبليه. لكن انك تروح بقى تقول له وقت الصلاه هنعمل ايه النهارده او هنعمل بتاع، لا اول حاجه بتتعمل هي اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بيمسك الموبايل، بس ده طبعا قبل ما اقول ده مش كله يعني، بس اغلبيه، لان احنا الشعب كله بقى كده. الو ايه يا اسطى، هتتحرش؟ هتحرش قشطه. هنتقابل فين؟ قدام المسجد؟ هنتحرش بالبنات اللي طالعه من الصلاه؟ هم اصلا يستاهلوا، هم يستاهلوا. انت هتقول لي قشطه يبقى هنتحرش قدام المسجد، يلا مستنيك، اوعى تتاخر. يلا عشان ربنا يبارك لنا، يلا سلام. والله يعني انا معظم الحاجات بقت كده. يعني احنا بنشوف دايما، واللي دايما بنشوفه في الاخبار اللي بتبقى موجوده في العيد، تحرش. دايما العيد بدل ما هو عيد فرحانين بحاجه عملناها في رمضان، بيبقى كله تحرش. عادي جدا، ما حدش يستغرب، لان مش اول مره تحصل حاجه زي كده في مصر. عادي. هنفترض بقى ان في ناس مش تبع الموضوع اللي انا لسه قايله من شويه ده. الناس دي مثلا بتحب تنزل تشم هوا العيد بقى، تنزل بقى تشتري حاجه تاكلها الصبح. بقى انا باكل الصبح يا جدعان، بحس بحاجه غريبه. الناس دي اول ما تنزل تفتح الباب، بتبص على ايديها اليمين حرب، وعلى ايديها الشمال قنابل، والخرز في كل حته، وممكن تتضرب في اي حته برضه، انت وحظك. وبوم بوم بوم بوم، وتحس ان انت ماشي بقنابل، زي الفيديو ده كده بالظبط. ما تفهمش، العيال الصغيره كان نفسهم يبقوا، تحس كونتر سترايك بتلاقي تحت بيتك. ما تفهمش، ما تقدرش تمشي، تخاف تمشي تلاقي راح جاي اسمه ايه، تمشي تلاقي صاروخ راح جاي بوم ناطط في قفاك كده. لا يعني العيد صعب. او يعني حاجه ما كنتش مجهز ليها، والله لسه جاي لي دلوقتي. موضوع انك تروح مثلا سيتي في العيد، يا لهوي. لو رحت سيتي في العيد اكنك نازل ميدان التحرير كده وسط ثوره بقى وبتاع. بص يعني كل الشخصيات اللي في مصر، كل الفئات اللي في مصر موجوده في سيتي. اول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد. يعني هنفترض ان الفئه اللي راحت سيتي ستار دي 75%. يعني هنقول مثلا اللي قاعدين 20%، 20 مليون من المصريين. حلو. ال 20 مليون دول بيقولوا هنروح سيتي بعد العيد.
وكمان ان ال 20 مليون اللي بيقولوا هنروح سيتي بعد العيد دول بيروحوا هناك ويلاقوا نفسهم بيبقى زحمه برضه. يعني انت لو عايز تروح سيتي بعد العيد بشهر كده. برضه بعد ما خلاص فقدت الامل في العدام من باباك ومامتك، تبتدي تقعد مع اصحابك. تبتدي انت واصحابك برضه بتكونوا مفلسين، معكمش فلوس غير فلوسكم العاديه، كل واحد نازل ب 10 جنيه ب 20 جنيه. دي دايما قاعده كده قبل العيد، بعد صلاه العيد. كل واحد فيكم عمال يقول للتاني انا قريبي جاي من ايطاليا وهيديني عدايه 300 جنيه، انا قريبي جاي ب 500 جنيه، ده انا هاخد عدايه من كذا، ده انا عندي 6 عمام، ده انا عندي 70 خال، ده انا عندي 80,000 ابن خال. تبتدي انت بوحي خيالك امي عندها 70,000 صاحبه، وابويا عنده صحابه وعمامه، بس الناس دي تقيله، الناس دي رخمه، الناس دي كئيبه، ما حدش بيطيقهم، بس ما دام هيدوني فلوس خلاص قشطه. الناس دي اول ما بتيجي بقى ترن الجرس وبتبتدي تقعد معامله رهيبه، يعني تحس ان امك وابوك اتحولوا كده. انتوا مين؟ ماشي، بيبتدوا يقعدوا وبتبتدي انت مش عايز تقعد مع الناس دي، يعني ممكن ده ما يدكش عاديه بس انت مش عايز تقعد اصلا، فتبتدي مامتك تخش تقول لك اما ايه الناس قاعده بره، فتقوم انت قايم وقاعد مع الناس دي غصب عنك. واول مثلا لما تيجي تطلع الموبايل كده تلاقي ابوك بس برضه ودنك ماسكه لانه ما يقدرش يمسكك، بس بعد بقى ما يمشوا بس ما عليك تقوم ماسك الموبايل كده وقريبتك قاعده. طبعا قريبتك هتبتدي تنادي عليك، فتبص تطلع لك الورقه اللي كلنا بنحلم بيها 200 جنيه، فتقوم جاي جري وكل فرحه وانت مش مصدق نفسك وتاخد الورقه، فتلاقي ايه المفاجاه بقى جايه. يا لهوي 200 جنيه ليه؟ ده الواد كبر وبقى زي الشحط اهو، بلاش فلوس. والست طبعا ما هتصدق فتاخد ورقه، ما تستغربش حقها، ربنا يرحمك يا ابني. عادي برضو ما تستغربش، اهي ابوك قالها لك مره فما جاتش ان امك تقولها مره، اصل انت ما تعرفش السر ان امك ما تقدرش تخليك تاخد عاديه قدام عينيها، لانها لازم تردها زيها، وبالذات دي ورقه 200، يا اما هتردها بفلوسها يا اما هتاخدها منك وتردها لابنها، جمعيه ودايره يابا. اما بقى اللي هقولها لك دلوقتي دي كلنا عارفينها، ما حدش يستغرب، بنبقى فرحانين بقى بعد العيد، فلوس تلم تخلص بعد العيد بتخش لها كل واحد على حسب قرايبه وكل حاجه، الكلام ده قلناه وكل حاجه، بس اللي انت ما تعرفوش انك متراقب. عايز اقول لك بقى وسط ما انت فرحان وانت بتاخد الفلوس انت كنت متراقب من ابوك. ابوك والله ابوك يا ابني مستغرب ليه؟ كان بيكتب لك كل مليم بتاخده وانت زي الاهبل مش واخد بالك، حتى وانت قاعد بتمسك وتعد فلوسك شافك برضه وعد معاك وسجل اللي انت بتاخده، وبص كل حاجه تخيلها كانت مكتوبه في الورقه دي. هتعمل لي بقى فيها عبقري بقى وهخبيهم بقى وبتاع؟ لا لا لا، حتى لو خبيتهم في البوكسر الاصفر المعفن ودفستهم وسط هدومك وقفلت دولابك، وانت نايم هيفتح دولابك وهيمسك نفس البوكسر الاصفر المعفن وهيطلع منه فلوسك ويقفل دولابه ولا من شاف ولا من دري، ويبقى قابلني بقى يا حبيبي لو عرفت تتكلم. خلاص اول يوم خلص، فبتبتدي لسه عقلك مفكرك انك في رمضان، فتبتدي وانت قاعد بالليل تفتكر ان انت مش صايم، ايه ده؟ فتقوم انت قايم على طول وتروح تاكل وتفتكر ان في بسكوت العيد والحاجات اللي ابوك وامك جابوها، فتقوم بقى تجري عشان تاكلهم وتروح عادي جدا عشان تاكل كحك، تمشي كده ايه ده؟ نوع فاخر؟ ايه الحاجات دي؟ فتبتدي تجوع اكتر وتروح وتجري، بس ما تعرفش في مفاجأة. ايه دي صح؟ مفاجأة مش كده؟ ما تستغربش، هتسألوا في ايه؟ دي مش للاكل، دي عشان الضيوف، الحاجات دي بفلوس، الحاجات دي بفلوس. بس كده اكون خلصت. لو عايزيني اكمل في النوع ده من الفيديوهات، يعني انا اللي بشوفه لما حد بيجي يتكلم عن موضوع بيتكلم في الموضوع وبيتكلم عادي، لكن انا قلت اعمل حاجه جديده وادخل مشاهد في الموضوع عشان تتمتعوا وانتوا بتتفرجوا. فيا ريت لو عجبكم اعملوا لايك وشير، لو على الفيديو على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب يا ريت. ويا جدعان انا بتعب جدا في الفيديوهات دي اكتر من انتم ممكن تتخيلوا، يعني انتم بتشوفوا ما تعرفوش انا قد ايه بتعب. وطبعا لو حد هيكتب كومنت وحش يكتب، يعني انا محتاج تفاعل الايام دي، فشكرا لاي حد بيكتب كومنت حلو او اي حد بيكتب كومنت وحش، بتزود التفاعل والله، ربنا يخليك ليا زيك زيهم والله. و تنسوش تعملوا لي فولو على سناب شات وعلى الانستجرام اللي انا بعمله ده. يلا سلام.